لو في واحدة شخصيتها مش أجمل حاجة، مش معطاءة، بتفكر في نفسها، أنانية شوية، مش طيبة بمفهومنا عن الطيبة، وفي واحدة تانية متسامحة ومعطاءة وطيبة وعطوفة، ومن وجهة نظر الناس دي ملاك. الشخصية الأولى مرتاحة جدا في حياتها، متصالحة مع ذاتها، حابة نفسها، حابة حياتها، ما عندهاش أدنى مشكلة مع نفسها. أما الشخصية التانية فعايشة دايما في صراع وفي اوفر ثينكينج وقلق مفرط، وعندها كده دايما صراع محتدم ما بينها وما بين نفسها. لو الشخصيتين دول موجودين على أرض الواقع، تحب تبقي أنهي واحدة فيهم؟ الشادو، أو جانب الظل، أو الجانب الخفي، أو اللاوعي الشرير. كل دي مسميات لحاجة واحدة، وهي الجانب الخفي اللي جوه كل واحد فينا. في الستينات من القرن الماضي ظهر عالم سويسري اسمه كارل يونغ. العالم ده كان أول واحد يتكلم عن نظرية الشادو أو نظرية الظل. كارل يونغ قال إن كل المشاعر والأفكار والرغبات اللي إحنا لم يتاح لينا إن إحنا نعبر عنها بسبب بقى يا إما قمعت في طفولتنا، يا إما من وجهة نظر المجتمع هي حاجة غير مقبولة أخلاقيا أو مجتمعيا، قال إن كل الحاجات الأفكار دي والمشاعر دي اتجمعت كلها في مكان واحد بعيد جدا وعميق وغير ظاهر في نفس كل واحد فينا. والتقسيمة بتاعت كارل يونغ كانت إنه في 3 حاجات أو 3 ستيجز كده زي فلاتر لشخصياتنا. أولهم هي الصورة الاجتماعية بتاعتنا الكويسة المحترمة الديسنت اللي احنا بنظهر بيها قدام كل الناس، يعني المسمى الوظيفي بتاعك، لقبك، اسمك، وظيفتك، شكلك الاجتماعي. دي كلها حاجات زي قناع احنا بنلبسه لما بننزل نواجه المجتمع والعالم الخارجي، والقناع ده اسمه البيرسونا. وفي تاني حاجة العقل الواعي. العقل الواعي ده هو اللي بيستوعب وبيفهم وبيفكر في الحاجات اللي المفروض أعملها والحاجات اللي لأ. يعني العقل الواعي هو اللي بيعمل الجادجمنت، هو اللي بيقولك لأ أنت مكانش المفروض تعمل كده. هو الضمير هو اللي بيقولك لأ، حتى لو نفسك في الحاجة المعينة دي ما تعملهاش لأن شكلك هيبقى غير مقبول قدام الناس أو الناس هتقول عليك إيه مثلا. فالعقل الواعي هو اللي بيفلتر الحاجات، الاحاسيس البدائيه او الحاجات النيتيف اللي احنا عايزين نعملها بشكل تلقائي، وبيفلترها كده وبيقولك لا اعمل ده وما تعملش ده. اما بقى اللي بعد العقل الواعي هو العقل اللاواعي، وهو هنا الشرير في القصه بتاعتنا، لان هو مخزن كل الافكار السلبيه والمشاعر وكل الحاجات اللي احنا كبتناها دي وبالتالي دخلناها في عالم الظل. فالعقل اللاواعي هو الصندوق الاسود اللي بيحتفظ بكل الحاجات السلبية اللي بنخفيها عن الناس أو يمكن كمان عن نفسنا. كارل اتكلم على إن محدش بيشوف المساوئ بتاعته، كل الناس بتفتكر إن هي طيبة بليفل أعلى من الحقيقي ومن الواقعي. كل الناس حتى الطيبة اللي بتظهر خارجيا طيبتها وإن هي محترمة وكويسة وكايند عندهم جانب من الظل. ومش بس كده، الناس اللي بتبالغ في ان هي تبان محترمة وكويسة وبتبالغ في ان هي تخفي الجانب الظل بتاعها، الجانب الظل بتاعهم بيبقى اكبر واسوأ بكتير من اللي بيظهر الجانب ده صراحة كده وعلانية. وده اللي بيخلي بعض الناس اللي ممكن تبقى طول حياتها عمرها ما عملت حاجة غلط، بعض الناس دي ممكن في موقف من المواقف يصدر منها ردة فعل عنيفة جدا وقاسية جدا عكس كل مبادئها وعكس كل اللي كانت بتعمله في حياتها. هنا في الحالة دي اللي ظهر ده مش بيكون عقلهم الواعي ولا البيرسونا بتاعتهم الصورة الاجتماعية الكويسة. اللي بيظهر في اللحظة دي هو جانب الظل بتاعهم اللي بيحاول يظهر ويخرج للنور. أحسن طريقة إن أنت تسيطر على الشادو سايد بتاعك ده أو جانب الظل الخفي بتاعك هي إن أنت تسيبه يظهر، تديله الفرصة انه يظهر بشكل محدود، بشكل كنترولد منك. انت سايبه يظهر، يعني سايب له العنان شوية، بس انت مراقب من بره وشايف الليميت اللي انت هتوصله فين. دي احسن طريقة ممكن تعمليها علشان تمنعي الجانب الظل من ان هو يسيطر على حياتك من غير ما تحسي، ويظهر كده في ردات الفعل غير المحسوبة ويسيطر عليكي بشكل غير كنترولد. الحاجة لما بتبقى قدامك بتعرفي تشوفيها وتعملي عليها كنترول احسن بكتير ما تبقى مستخبية وانت مش شايفاها.
ففكرة الكمال والسعي للكمال وان انت دايما عايزة تبقي احسن واحدة في الدنيا وتنالي اعجاب كل الناس، دي فكرة غير واقعية وغير حقيقية وعكس طبيعتك، عكس طبيعتك الانسانية. لان لو قدرنا نطلع بحاجة واحدة بس من النظرية دي ومن الكلام ده، هي ان احنا كل واحد فينا عنده جانب خير وجانب شر، والسعي للكمال مش حاجة واقعية اصلا. فمهما حاولتي تسعي للكمال، مهما حاولتي توصلي للصورة البيرفكت في اذهان الناس، انت مش هتعرفي، لان انت تكوينك في شادو سايد، في جانب مظلم. فالطريقة الوحيدة عشان تجسدي شخصيتك بشكل كامل مش ان انت تبقي كاملة وبيرفكت وما عندكيش عيوب. الطريق الوحيد لكده هو ان انت تظهري عيوبك، هي ان انت تسمحي للجانب الظل بتاعك انه يظهر ولو بشكل بسيط في حياتك. فالاختيار يرجع لك، عايزه تبقي شخصيه خيره بس، ولا عايزه تبقي شخصيه مش اكتر شخصيه كامله، بس شخصيه متزنه وشخصيه حقيقيه وكامله. فطول ما انت بتنكري وجود الجزء ده فيكي، طول ما انت عامله نفسك مش شايفاه ومغمضه عينك عنه، فانت مش هتعرفي ابدا تعبري عن نفسك بحقيقيه وباوثنتسيتي كده، باصاله، نفسك الحقيقيه الاوريجينال الاصيله، يعني الاصليه. عمرك ما هتعرفي تظهريها بشكل كامل، لان انت مخبيه جزء كبير قوي قوي منها. والاهم من كل ده ان انت مش هتعرفي تجسدي اقوى نسخه منك وافضل نسخه منك اللي احنا بنسعى ان احنا نوصل لها، لان اقوى نسخه منك متصالحه مع كل الجوانب فيها، متصالحه مع كل الجوانب من شخصيتك، سواء جوانب خير او جوانب شر. ومن هنا يظهر مفهوم الشادو وورك. الشادو وورك هي الحاجه اللي بتخليكي تعبري عن الجزء المظلم اللي فيكي ده، تفتحي له طاقه نور كده يطلع منها شويه، وتديله براح ان هو يتنفس ويظهر في حياتك، علشان ما يفضلش مكبوت ومحبوس وينفجر في اي لحظه ويخرج عن السيطره. الشادو وورك ده هو اداتك للتعبير عن ذاتك الحقيقيه الكامله المكتمله بخيرها وبشرها. وهو طريق ان انت تتحرري من اي حاجه مقيداكي وانت مش عارفه ومش فاهمه انت ليه مش عارفه تتطوري وليه مش عارفه توصلي للي انت عايزاه. دي اهميه الشادو وورك الحقيقيه، انها بتساعدك تظهري شخصيتك الحقيقيه الكامله، ومش بس كده، بتحبيها وتتقبليها بعيوبها. في سلسله الدارك فيمينين انرجي اللي انا عملتها واللي اتكلمنا فيها عن اهم صفات الست دي، وهي ان هي شخصيه قويه جدا، ومن اهم اسباب ونقط قوتها انها متصالحه مع نفسها ومتصالحه مع عيوبها. وقلت قبل كده في الفيديوهات دي ان الست دي ما عندهاش مشاكل خالص ان هي تظهر عيوبها، ما عندهاش مشاكل ان هي تقول انا والله عندي مثلا، انا ممكن مثلا ابقى عندي العيب الفلاني، مش بتخجل منه ومش بتخاف ان هي تظهره، وانت تفكر فيها زي ما تفكر فيها. يعني هي مش بتحسب حساب الناس ولا كلام الناس، هي بتحسب حساب ان هي تبقى مرتاحه مع نفسها ومتصالحه مع نفسها، وهو ده اللي بيعمله الشادو وورك زي ما قلنا. ولو تلاحظوا في الكومنتس على الفيديوز دي هتلاقوا في ناس كتيره جدا دخلت هاجمتني ودخلت وصفت الشخصيه دي بصفات مش حقيقيه، زي انها نرجسيه او ان هي شخصيه انانيه جدا، او اصدرت حتى عليها احكام. يعني في ناس قالت ان الشخصيه اللي زي كده ما تتجوزش مثلا، ما بترتبطش ابدا، لان ما فيش راجل هيقبلها. الست اللي زي كده تبقى مش الست اللي زي كده ما تعرفش تحب مثلا اطفالها او تحب حد. كل دي احكام الناس صدرتها، واللي عايزه اصدمكم بيه ان للاسف جزء كبير جدا من الناس دي اطلقت الاحكام واصدرتها وحست باستفزاز كده من الصفات اللي انا ذكرتها في الفيديو، لان هم عندهم جزء من الصفات دي، عندهم جزء من الصفات دي في الشادو سايد بتاعهم، وزي ما يكونوا شافوها كده في مرايه. لما انا اتكلمت عنها او شرحتها طبقتها على شخصيه الدارك فيمينين، شافوها في مرايه قدامهم، عكست لهم الجزء الدارك اللي جواهم اللي هم مخبيينه ومش معترفين بيه. فشخصيه الدارك فيمينين هي شخصية integrated with her shadow side، أو بمعنى تاني متكاملة مع جانب الظل بتاعها. فالintegrated shadow side أو الجانب الظل بتاعك لما تكوني متكاملة معاه، لما تكوني متواصلة معاه ومتقبلاه وسامحاله إنه يكون موجود في حياتك، بيديلك قوة كبيرة جدا، بيديك القدرة على الإبداع وعلى الحرية وعلى الوصول للتعبير عن شخصيتك الكاملة بكل أريحية وتقبل وحب للذات. فلو كنت بتسعي في حياتك ان انت تجسدي شخصيتك بشكل كامل بكل جوانبها بكل الصفات اللي فيها، لو كان هدفك في حياتك ان انت تبقي مرتاحة مع نفسك، مرتاحة مع حالك، مرتاحة مع كينونتك،
ما عندكيش احكام على نفسك، عندك حب للذات عالي جدا، فلازم انت والشادو وورك تبقوا صحاب. طيب ايه بقى الشادو وورك؟ يعني ايه الحاجه اللي اعملها اقول ان انا عملت شادو وورك او اشتغلت على الجانب المظلم بتاعي؟ للاسف مفيش باترن معين، مفيش طريقه كده سكيم معين نمشي عليه، خطوات ثابته لكل الناس. الشادو وورك ده رحله حياه، لايف ستايل، لازم هتعمليه كل يوم وكل فتره، طول فترات عمرك وطول فترات حياتك. رحله لازم تخوضيها وتشوفيها من جميع الجوانب علشان تعرفي ايه هي احسن الحاجات اللي نفعت معاكي وجابت معاكي نتائج، وتكرريها. زي ما قلت كده هتكرريها وهتكرريها كتير، لان الشادو وورك مش من الحاجات اللي بتتعمل مره واحده وتنسيها. الشادو وورك هيفضل مكمل معاكي طول حياتك، ولو عملتيه بجد وشفت النتيجه على نفسك انت مش هتبطلي تعمليه. ده بلس ان انت في حياتك كلها مفيش حاجه تضمن لك ان انت مش هتتعرضي لصدمات تاني، مفيش حاجه تضمن لك ان انت مش هتتعرضي لاذى تاني، او ان انت مشاعرك دي مش هترجع تاني تتكبت او تتحبس مثلا في وقت من الاوقات، او ما تعبريش عنها بطريقه صح. فانت طول الوقت وطول عمرك هتتعرضي لمواقف جديده، هتتعرضي لاحداث جديده، لمشاعر جديده. كل ده ممكن تعبري عن جزء منه، وممكن جزء تاني برضو بسبب معتقداتنا القديمه نرجع نخزنها او نرجع نشعر بالعار منها. انت طول حياتك هتتعرضي لحاجات زي كده. بس بشكل عام كده، بشكل مجمل، ممكن نختصر الشادو وورك ونلخصه في شويه مراحل، بس كل حد فينا هيعمل كل طريقه بشكل مختلف عن التاني، لان زي ما قلت الشادو وورك هي تجربه حياتيه، انت بتجربي، بتشوفي ايه اللي بينفع معاكي وبتكملي عليه. اولا خليكي على وعي بكل الصفات اللي انت مش بتحبيها او بتكرهيها في نفسك. كل صفه انت بتحسي ان هي من وجهة نظر المجتمع غير لائقة وغير لائقة بالبرسونا بتاعتك او بشخصيتك وواجهتك قدام الناس، دي تعتبر صفة من صفات الظل. كمان كل المواقف اللي انت حسيتي فيها بالعار، بالشيم، سواء وانت طفلة او انت كبيرة، اي حد عنفك، اي حد قالك لا ده ما يصحش، انت كده عيب، المجتمع، الناس هتقول علينا ايه، اي حاجة من الحاجات دي هي اساس الشادو سايد، هي اساس الحاجات اللي احنا مخبيينها عن المجتمع، لان هي من وجهة نظر المجتمع مش صح. فكل الصفات اللي انت مش بتحبيها في نفسك علشان بتخلي صورتك المجتمعية مش كويسة، او كل المواقف والاحداث اللي حصلت لك زمان وحد قالك ان هي لا عيب، مش مناسبة للمجتمع ولا للاخلاق والاعراف، كل دي من صفات جانب الظل. تاني حاجة، ركزي على مشاعرك، استرجعي المواقف والاحداث اللي انت مريتي بيها دي، وشوفي انت حسيتي خلالها بايه، ايه المشاعر اللي انت حسيتيها وكبتيها جوه ومنعتيها من ان هي تظهر، لحسن حد يصدر عليكي حكم، لحسن حد يقول عليكي مثلا ايه ده انت عيوطه، لحسن حد يقول عليكي مثلا انت حساسه قوي زياده عن اللزوم. كل المشاعر اللي انت كبتيها جواكي دي ارجعي تاني ركزي معاها، ركزي عليها، ارجعي تاني استدعيها وحسيها من الاول كأن الموقف بيحصل من اول وجديد. دي من اهم الطرق ان انت تنظفي بيها المشاعر المتراكمه جواكي دي، واللي بتخلي جانب الظل طبعا ليه سيطره وليه يعني بيلعب كده بعقلك اللاواعي. تالت حاجه، بعد ما تركزي مع المشاعر دي، شوفي ايه الافكار اللي ورا المشاعر دي. يعني مثلا انا حسيت بشعور مثلا العار لان الفكره اللي جات لي في دماغي ان انا عملت حاجه مش مقبوله مجتمعيا، فانا كده لو فضلت اكمل الحاجه دي انا هبقى مش محبوبه مثلا. فانت كده حطيتي ايدك على الفكره الرئيسيه الاساسيه اللي سببت لك كل المشاعر دي والمشاعر اللي شبهها، ان انت خايفه من ان انت تبقي غير مقبوله اجتماعيا، او ان انت فضلتي تحسي الاحساس ده لحد ما فعلا اقتنعتي ان انت غير مقبوله او غير محبوبه، فكل تصرفاتك بقت على اساس هذا المعتقد. تحليل الافكار اللي ورا المشاعر من اهم الوسائل اللي تساعدك في ان انت تنظفي بقى الافكار والعقل. كده انت استرجعتي المشاعر وحسيتي بيها ونظفتيها، واسترجعتي الافكار اللي ورا المشاعر دي وحللتيها وبرده اشتغلتي عليها ونظفتيها. نيجي بقى لمرحله الانر تشايلد او مرحله الطفوله، ودي كده مرحله خاصه جدا لان هي للاسف بتبقى اساس كل المعتقدات اللي موجوده ومزروعه في الجانب المظلم بتاعنا. بنتربى بطريقه خاطئه، بنتعلم بطريقه خاطئه، بطريقه فيها صرامه شويه، بطريقه فيها منع وكبت بدون ابداء اسباب وبدون مناقشه. فللاسف مرحله الطفوله هي خزان احزان حقيقي. كل الحاجات اللي انت ممكن تبقي اتحرمتي منها وانت طفله هتظهر وتعبر عن نفسها وانت كبيره، بس للاسف بشكل غير كنترول وغير مسيطر عليه.
فعشان كده مهم جدا ان انت تشتغلي على الانر تشايلد كمرحله خاصه جدا لوحدها بعيدا عن كل حاجه. يعني انت ممكن تشتغلي على التروماز العاديه اللي حصلت لك وانت كبيره مثلا، او مواقف حصلت لك مؤخرا، بعد كده تشتغلي على الانر تشايلد، او تبتدي بالانر تشايلد وترجعي تاني تسترجعي الاحداث الاحدث شويه. بس لازم تدي مرحله الطفوله حقها في التنظيف وفي الشادو وورك وفي استدعاء الافكار والمواقف اللي حصلت لك خلال طول مرحله طفولتك. رابع حاجه، مارسي السيلف لاف او حب الذات. وهتقدري تعرفي المواطن او المواضع اللي انت مش بتتقبلي فيها ذاتك من خلال ان انت تراقبي حكمك على الناس. لما بتحكمي على واحده مثلا هي اوفر شويه مثلا في طريقه كلامها، لما تحكمي على واحده مثلا ان هي اوفر شويه في طريقه لبسها، ده ممكن يعكس منك جزء ان انت الحاجه اللي عند الناس دي هي عندك بس انت مش متقبلاها. وبدل ما بتركزي على نفسك، العقل بيعمل خدعه ان هو يشغلك بان انت تلاحظيها في الناس عشان ما تلاحظيهاش في نفسك. فتقدري من الجادجمنت ومن الاحكام اللي انت بتصدريها بشكل تلقائي على الناس من غير ما تحسي، تستشفي كده منها المواطن الموجوده جواك اللي انت مش متقبلاها، وبالتالي تقدري تركزي عليها وتتقبليها وتديها مزيد من الحب. ده كده كان زي مخطط بسيط، خطوات او مراحل بسيطه تقدري تنفذيها بطريقتك، سواء بقى بمديتيشن، بجورنالينج، بايا كان. كل واحد زي ما قلت هيقدر ينفذها بطريقته، المهم ان انت تستمري عليها ويبقى لايف ستايل زي ما قلنا. بس كده دي كانت مقدمه عن الشادو وورك، وباذن الله هنكمل كلام في السلسله دي عن تفاصيل كتيره جدا تخص الشادو وورك. لو ما شفتوش الفيديو اللي انا اتكلمت فيه عن صفات الدارك فيمينين وازاي ان هي بتقدر تحتضن عيوبها، وازاي ان هي بشكل لا واعي بتجسد صفاتها المظلمه، فشوفوا الفيديو ده. وده كان فيديو النهارده بس كده، اشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.